يا صباح الفل عليكم، صباحكم هنا وورد وفل وياسمين على عيونكم الحلوه. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم جميعا بخير وباحسن حال. قبل اي حاجه وقبل اي كلام نذكر الله في الكومنتات ونصلي على حبيبنا النبي كتير جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده كده معانا وصفه سريعه كده، حابه ابداها كده معاكم واشاركها معاكم. طبعا اليوم بدا كده، كنت ساعه بدري، كنا حوالي الساعه 8 وولاد رايحين الحضانه، كان معدي مواشي كده طالعه رزقها، فربنا يبارك لاصحابهم يا رب. هنا بقى جبت ربع كيلو فول مدشوش هنقعه. هغسله كويس جدا وبعدين هنقعه. هو المفروض ممكن تنقع مش اقل من نص ساعه، لكن انا نقعته حوالي ربع ساعه. لما انا بقى طبخت الرز وعملت الصلصه وجهزت كل حاجه ورايا، وكان اخر حاجه استخدمتها في الطبخ عامه. الفول المدشوش من احلى الوصفات حرفيا تقدري تدخليها في الاكل. الكشري فول مدشوش، البصاره او الفول بالصلصه، ده تحفه جدا وطعمها جميله جدا 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 جدا. اتمنى انكم تجربوها. ده اللي مش عارفها يعني. تمام. هنا بقى نقعت الفول وضربت الطماطم في الخلاط، وجبت بصله وفصين توم. هبدا بقى اجهز حاجتي بقى. طبعا الوصفه دي او الوجبه دي مش هتكلفك غير 25 جنيه. نص كيلو طماطم وربع كيلو فول مدشوش. وصفه سهله وبسيطه، ما بتاخدش منك وقت خالص، يعني 10 ربع ساعه. انت ونقع الفول من قبلها بتاخد معاك ربع ساعه بالكتير جدا بقى، بكله بقى، بالسوا بالمجمل بالتجهيز بكله ربع ساعه. تكون الوجبه معاكي جاهزه لو انت يومك ضيق او مستعجله او وراكم مشوار او ايا كان، او لو حابه تغيري وتدخلي اكلات شعبيه. هي المفروض كان ناقصها حاجات كتير جدا اعملها معاها، لكن في اليوم ده كنت مستعجله جدا وكنت عايزه اعمل اي حاجه عشان كان ورايا مشوار. فلما قعدت افكر كده يمين وشمال، ما جاش في دماغي غير الطبخه دي، وكانت جميله جدا وحلوه جدا ومشبعه جدا. وكمان الولاد كمان حبوها. انا اول مره اعملها حرفيا من يوم ما اتجوزت، بقالي 7 سنين. يمكن الفول المدشوش ده عملته مرتين بصارة. اول مرة اعمله بالصلصة، يعني انا بسمع عنه كتير، وكنت ماما بتعمله لنا زمان كتير، ومش كتير يعني كمان بتعمله لنا زمان، يعني عارفينه يعني. وهنا في البيت بصراحة، البيت العيلة وكده، فكنت اسأل فلان طبخين ايه النهارده، ده انا عاملة كشري فول مدشوش، لا انا عاملة فول مدشوش بالصلصة. فبصراحة لا، الشغف خدني بقى ان انا لازم اجربها واعملها. فلما كنت مستعجله ومش لاقيه الدنيا ضيقه وعايزه اعمل حاجه سريعه ما تاخدش مني وقت، بحيث ان انا اطبخ واغدي العيال ونمشي، ان احنا ورانا مشوار. فلقيت ده اقرب حاجه. بصراحه كانت تجربه حلوه، وان شاء الله نكررها مع بعض كتير، وان شاء الله اعملها معاكم في روتين تاني، ونعمل جنبها حاجات كتير جدا، او الحاجات اصلا المفروض تبقى موجوده جنبها زي المقبلات بقى من البتنجان والفلفل والحاجات الحلوه دي كلها. هنا جبت الحله وقطعت البصله بتاعتي مكعبات وفصين توم. لازم احط البصله اشوحها تاخد لون مصفر، مش هسيبها بيضه تاخد اللون. هو اول ما تدخل على اللون الذهبي ابدا ارخي عليها الطماطم. وانا بقالي فتره كبيره جدا ما بسبكش، يعني اسيب الطماطم كمان تاخد غلوتين. الطماطم غاليه جدا، الطماطم ب40 جنيه، صفرة ووحشه، ومش بتدينا اللون الاحمر بتاع زمان، كمان يعني جايفه ووحشه وفيها كل حاجه وغاليه، بتتنطط على اللي خلفونا. بس فربنا يعيننا على الايام اللي احنا فيها والعيشه اللي بقت ربنا وحده اللي عالم بيها دي. هنا رفعت البصله بقى والثوم على النار، وهفضل اقلب لحد ما تاخد اللون الذهبي. اللون بص، اول درجه كده من اللون الذهبي، مش تتحرق ولا تغمق معانا. اول ما تصفر معاكي على طول هبدا ارخي الطماطم بتاعتي عليها، واسيب الطماطم تاخد غلوتين، غلوتين اتنين. كده هننزل بالفول بتاعنا عادي، وممكن تزودي كوبايه ميه بعد ما تاخد الفول ياخد معاها غلو. سهله وبسيطه جدا لو انت اول مره هتجربيه، او لو انت اول مره تدخلي المطبخ، مش تاخد منك وقت، وسهله جدا في الوجبات السريعه، وكمان اقتصاديه ويعتبر مش مكلفه خالص. 25 جنيه مش اي حاجه في اليومين اللي احنا فيهم دول، يعني 25 جنيه ما يجيش نص حق كيلو طماطم اصلا. فالله المستعان. هنا بقى حطيت فلفل اسمر وسنه من الكمون وشويه ملح، واحط ربع معلقه من السكر عشان تعادل طعم الطماطم معايا. بس كده هقلب الكلام ده كله وهسيبها تاخد غلوتين زي ما قلت لكم على البوتاجاز. مش هسيبها تتسبك اللي هي التسبيك النهائي، لا، هي تاخد غلوتين اتنين كده. وهبدا زي ما انتم شايفين كده، هي لسه ما اتسبكتش ولا حاجه، لسه يعني لسه بخيرها كده. فهبدا انزل بالفول بتاعي، هسيبه بس هيقعد معايا على البوتاجاز من 5 ل10 دقايق على نار هاديه عشان يستوي معاكي، وهغطي عليه وهيكون جاهز على الاكل على طول. في حاجات بسيطه كده دوبك كده، تغسلي طبقين تعملي اي حاجه وبيكون بالشكل ده. كانت ريحته جامده جدا وكان طعمه اجمل. انا عايزه اقولكم انا اكلته من غير رز، كان طعمه جامد 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 جامد. عملت انا بقى رز بالشعريه وشويه مخلل كان عندي اوريدي، ما عملتش اي حاجه تانية خالص.
زي ما قلت لكم لان كنت مستعجله. بس ده كانت وصفه النهارده وده كان غدا النهارده. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. متنسوش بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد باذن الله. بحبكم في الله ومع السلامه. اعذروني بتكلم بسرعه عشان وقت الفيديو بيجري مني جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.